هنتكلم في المحور الثاني، وهو ان ازاي الدوري هيكمل. طبعا الدوري احنا قلنا ياما نادينا وقلنا يا جماعه لازم نغير شكل الدوري الممتاز، نعمله موسم استثنائي، يا اما مجموعتين يا اما زي دوري المحترفين تلعب الدور الاولاني كامل، ومع بدايه الدور الثاني تلعب اول 10 مثلا على الدوري، او اول 8 على الدوري، واخر 8 تنافس على الهبوط، عشان تقدر توفر حوالي 8 9 جولات تقدر تكسب بيهم وقت عشان خاطر معسكرات منتخب مصر. كابتن حسام محتاج وقت كبير جدا 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 عشان خاطر المنتخب والتجمعات، لو يقدر ينفذ افكار او يقدر ينفذ حاجات كتيره جدا جدا يشتغل عليها بالنسبه لمنتخب مصر. هو عارف وشارب من الكابتن جوهر الله يرحمه ان اللاعب المصري بيجي بالمعسكرات، بيجي بالتدريب الكتير، بيجي بعدد ساعات العمل اللي في الملعب كتير. هو ده الشغل اللي الكابتن حسام حسن هيشتغل عليه هو وجهازه المعاون. كمان لازم عشان خاطر الاستحقاقات اللي موجوده الفتره اللي جايه، النادي الاهلي عنده دوري ابطال افريقيا، عنده كمان لو كمل في بطوله افريقيا، تعالى بقى على الموسم الجديد، كمان لسه تكمله منتخب مصر تصفيات كاس العالم، في المنتخب الاولمبي يلعب الاولمبياد، موضوع كبير جدا جدا. الدوري لو فضل بالشكل ده هنخلص ولا شهر 11 شهر 12 هنخش على السنه كمان موسم 2024 25 عندك كاس العالم للانديه بالشكل الجديد، عندك كاس الامم الافريقيه، باقي تصفيات كاس العالم. الموضوع كبير جدا جدا، هنتحط في مأزق كبير جدا جدا. السنه دي والسنه الجايه لازم على الاقل تخلص ماتشات الدور الاول وتلعب باقي الفرق زي ما اتكلمنا على دوري المحترفين، والسنه الجايه برضه عشان توفر جولات عشان كمان تصفيات عشان كاس العالم لو ربنا كرمك واتاهلت تبقى محتاج لعبت عدد ماتشات وديه كتير عشان التوقفات هتبقى كتيره الفتره اللي جايه جدا جدا جدا. في نهايه الحلقه يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنونا في فيديو جديد. سلام.